بهذا الفيديو رح أعلمكم كيف تخبوا آثار قرص النحل. بتجيبوا بيوتي بلندر، بتجيبوا نحل. انت ايه خلية النحل كلها كانت بتبدل عليكي ولا ايه؟ بتجيبوا أي نوع فونديشن شو ما كان، حتى لو شرشوح بتحطوا شوية صغيرة من الفونديشن. هو ايه اللي شرشوح يا انسة؟ انت ده شرشحك وشردحك النحل جاب صحابه وقال اللي ما يتفرجش يتفرج. دي كانت نحلة ذكر جابت صحابها الذكورة. دي مش محتاجة فاونديشن، دي محتاجة بتدين. وبتمعطي 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 أو بتمعط بتحط تمعطي. طب عليكي بايه التمعيط ده؟ ما نمشي في حالنا. ايه اللي بيدخلنا عش الدبابير والنحل؟ تي وبتكتري، كل ما بتكتري بتكسبي أكتر. تحطي شوي تاني. اقعدي انت كتري ولا هتكسبي ولا هتربحي. ازازة الفاونديشن هتخلص ولسه ما كملناش قرصتين على بعض. نحاول نرقع كمان، نجيب كمان تي في ستيك من كريولان، هذا عبارة عن دهان. نهار اسود، دهان وكريم اساس، كل ده عشان قرص النحل؟ لا بتشقي بصراحة. انت بتضحي بنفسك من اجل اسعاد النحل، فيعني لك ان تتخيلي الاجر والثواب يعني. يا نهار اسود، ايه ده؟ او بتحطي لزقات شروح او بتحطي شعر وخلصنا. هيك اسهل طريقة لحتى الواحد يخبي قرصات النحل. يا نهار اسود. طب ما من الاول لازم تشحططونا وراكم. نقعد نفضي في ازاز الكريم والبطاس والبتادين اللي انت عمال. يخرب بيتك، ايه ده انت النحل شرحك. بتقسى على نفسها، مجتهده. وبما اني وردة فمن الطبيعي يجي الورد على النحل. واحد بيسألها بيقول لها من وين اجاكي قرص النحل في اجاك ده ذكر قولوا مصحف. ازاي الكاوتش ده طبيعي يجي الورد على النحل. انت نفخت ازاي خرب بيت اللي نفخك دي بوزت منك، عملت بوز. انت بتقعد ازاي يخرب بيتك؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. ليش هذا عزمني؟ اللي مسوي لي الصوصة جبير. لا والنبي لو عملت ايه؟ خلاص انا نفسي جزعت، انا قضيت. ليش هذا عزمني؟ اللي مسوي لي الصوصة جبير. انا اتصدمت. انا خدت على عيني في الفيديو ده. الله يكون في عون شباب المستقبل. هيعرفوا منين ده لازم كشف حمادة ده ما ينفعش. الناس هتتجوز ازاي بعدين؟ ليش هذا عزمني؟ اللي مسوي لي الصوصة جبير. طب اشفق على الشباب. في الخرابة انت يالا، خد اقولك تعالى هنا في الخرابة انت يالا.